سلام الله عليكم إخواني أخواتي، نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو هذا بالضبط الإخوان غادي نهضروا على محمد مبدع. كما كتعرفوا الإخوان أن هذا الإنسان هذا تشهر في هذه الأواني الأخيرة، وانتم كتعرفوا بأن هاد الناس أو هاد الأشخاص اللي كيدخلوا للسياسة، وحنا كنهضروا على أساس السياسة وما غاديش نتعمقوا فيها لواحد الدرجة ما كتصورش، ولكن غادي نتعمقوا غير شوية على قد يعني الدماغ ديالنا أو على قد التفكير ديالنا، لأن التفكير ديال جميع المغاربة أكيد في نفس الوقت كيكون متشابه رغم الظروف المعاناة، ولكن كنلقاو نفس الفكره كاين عند بزاف ديال الاشخاص. واكيد بالنسبه لهذا الفيديو ان شاء الله فاكيد اننا غادي نهضروا على هذا الانسان هذا، وغادي نهضروا على اساس ذاك العرس الاسطوري اللي دار، اللي تقريبا اللي خسر فيه يعني 2 ديال المليار وما يفوق من 2 ديال المليار تقريبا. يعني الا مشينا وحسبنا الطوطه ديال داك الشيء كامل اللي كاين، اكيد اننا غادي نشوفوا ولا غادي نكتشفوا بزاف ديال الامور. واكيد هنا بالنسبه للشعب المغربي انه بدا كيشوف بان واحد الانسان اللي هو كيتسناو منه باش انه هو يدير بعض الاصلاحات، باش انه يجيب يعني مشاريع للمنطقه اللي كينتمي ليها اللي هي الفقيه بن صالح. حنا كنشوفوا بان الفقيه بن صالح يعني واحد المنطقه اللي صراحه كتعرف واحد التهميش ديال بصح، وهذه راه ماشي غير هاد البلاصه بوحدها اللي كاينه في المملكه المغربيه، وانما راه كاينين بزاف ديال البلايص اللي تا هما عندهم تهميش لواحد الدرجه ما كتصورش. ولكن هذا الانسان هذا كنكتشفوا واحد السيد يعني خسر في العرس ديال ولده تقريبا 2 ديال المليار وما يفوق من 2 المليار الاخوان، راه ما يفوق من 2 ديال المليار اللي خسر في ذاك العرس ولا ديك العراسيه الاسطوريه. فتخيلوا معايا الاخوان يعني ذاك الانسان وانتم كتنتميوا لنفس المنطقه، وكتعرف بان ذاك السيد هو اللي مكلف تمايا، وفي الاخر كتكتشفوا بانه ما دار حتى شي حاجه يعني ديك البلاصه ولا المنطقه فاش ساكن فيها، وكتكتشف بانه دار العراسيه ولا العرس الاسطوري للابن ديالو ب2 المليار او لا ما يفوق من 2 المليار. فهنا راه غادي التفكير ديالك غادي يوقف. انا براسي الاخوان انا ما كنتهمش ديك المنطقه، ولكن انا كنتهمي للمغرب ديالنا، لان الثروات ديال المغرب كتنتهب من طرف هاد الاشخاص هادو. واكيد حنا كنعرفوا بان الثروه هذه يعني جات من جيوب المواطنين، يعني المواطن هو اللي كياكل الدق، لان شحال من واحد كيقول لك حكا داك السيد يعني راه خون الدوله. وخاصكم تعرف بان داك الانسان اللي خون الدوله راه ماشي الدوله اللي خون، وانما خان او لا خوا الجيوب ديال المواطنين، لان المواطنين هما اللي كيعطيو الضرائب، هما اللي كيخلصوا المستاجر يعني كيعطيو سميتو ديال الواجبات والقوانين ديالهم. واكيد ان الدوله هي اللي كتخلص بحال هاد الناس هادو. ولكن كنشوفوا ولا كنكتشفوا باش انه الدوله تجمع واحد المقدار المالي يعني كتخوي الجيوب ديال الناس او ديال الشعب، وفي الاخير باش انهم يحطوه على اساس انهم ياسسوا مشاريع، وفي نهايه الامر كنكتشف واحد الانسان اللي عطاوه المسؤوليه باش انه هو يسير ويدير ذاك المشروع هو براسو كيعمر جيبو. فهنا غادي نكتشفوا بان كاين الخواط وكاين الشفره، يعني هاد الناس هادو كيخدموا يديهم، ما كاين لك غير. المهم اخوان بالنسبه لهذا الموضوع راه فيه بزاف ما يتقال، ولكن انا غادي نمشي معكم ايطاب باغ ايطاب، وغادي نهضروا على اساس هذا السيد هذا بالضبط، لانه صراحه يعني واحد الانسان اللي كان شحال هذه يعني ما كانش عنده كلشي هذا الشيء ولا الممتلكات ولا الثروه كلها ما كانش عنده، اللي صراحه لسوء الحظ اننا حنايا في المملكه المغربيه فما كايناش المحاسبه. كون كانت المحاسبه كنقسم لكم بالله ان هذا الانسان هذا ما غاديش ينهب حتى شي حاجه. واكيد انه فاش غادي يبغي باش انه يسوس الجيوبه ديال الناس او ديال الشعب، اكيد انه غادي تفكر بلي انه راه تابع المحاسبه غادي يضرب بحسابه. واكيد انه فاش غادي يخون غير بشويه. اكيد انه غادي تكون السرقه لابد يعني لابد منها، ولكن فاش كتكون المحاسبه كما قلت لكم يعني الانسان كيتردد في بزاف ديال الامور. ولكن فاش كنشوفوا حنا بلي ان المحاسبه ما كايناش، وان واحد الانسان كيدخل مباشره للسياسه وممكن فوق كيشد الكرسي ديالو او كينتمي لبعض الاحزاب، وفي نهايه الامر انه هو كيسير بعض الامور، وفاش كيطلع اكيد انه فاش كيشوف الفلوس يعني السيد كيتغير مباشره اوتوماتيكمون هذاك السيد راه غادي يتغير. نجيكم انا يعني بواحد الطريقه اللي هي عاديه ونفسرها لكم. يعني مثلا واحد الانسان هو يعني عنده شويه ديال المال، كيفاش انه هو يعني الثروه ديال الاب ديالو مثلا يعني خلى ليه شي ثروه، وفي نهايه الامر هذه ديك الثروه هو شنو دار؟ يعني دار راسو بحال هو مقاول. وما نساوش بان ذاك الانسان براسو بحد ذاته هو ما قاريش، يعني السيد ما عندوش حتى مستوى دراسي ديال الساس تقريبا محال واش عنده. واكيد فاش كتعطيه واحد الوثيقه قانونيه واكيد باش انه هو يقراها، اكيد انه ما غاديش يقراها مزيان، ولا كاع جاب الله كان كيقراها ما غاديش يفهمها مزيان. فلهذا حنا كنكتشفوا في المؤسسات وكنكتشفوا يعني في بزاف ديال المناطق يعني عندنا في المغرب كاينين بعض الناس وبعض الاشخاص اللي كينتميو للاحزاب ديالهم واكيد ما قارين والو،
وكنشوفوه بانه هو كاين في الجامعه تقريبا، يعني كيمشي كيسير الامور والشؤون. واش شي واحد ما قاريش هو غادي يسير الشؤون ديال ديك الجامعه ولا ديال ديك البلاصه؟ راه ما يمكنش. يعني انسان ما قاريش كاع اصلا وما عرف والو، على ما عنده درايه على اساس انه على التسيير كيفاش غادي يسير، وبغيتو باش انه عطيتوه المسؤوليه باش انه يسير. ولكن غادي نمشيو علاش بالضبط اننا علاش كنلقاو كي بحال الاشخاص هادو في دوك المناصب، باش انا نجيكم من الاخر. كي بحال دوك الاشخاص الاخوان شنو كيديروا داك التعامل. يعني دوك الاشخاص كيحاولوا باش انهم يستقطبوا الناس او الاشخاص اللي هما محتاجين واللي ما عندهمش. اكيد كيدير معاهم واحد المساعده انسانيه. مثلا نفترض ان شي واحد يعني عنده واحد الاسره وعنده جوج ديال الاولاد او ثلاثه ديال الاولاد، يعني قاريين تبارك الله وشادين الماستر، ولكن شادين الركنه، ما كاين لا خدمه لا والو. كيمشي عند هذا السيد هذا، كيمشي كيزاوقو، كيقول الله يحميك الوالدين، عافاك راه عندي الوليدات ديالي، بغيت باش انهم حتى هما يخدموا شي حاجه بما دبر. انا غادي نهضر معكم باللغه العاديه. كيقول ليه بما دبر لي على شي بلاصه لوليداتي باش انهم يخدموا. اشنو كيدير داك الشخص؟ هو اصلا كما قلت لكم عنده شويه ديال البركه، راكم عارفين، خلاوها ليه جدود ديالو ما عارفين جابوها. المهم هو كيدير يعني واحد المشروع باش انه كيبين راسو بانه راه مقاول، ولكن بحد ذاته ماشي مقاول اللي هو قاري وغادي راكم عارفين، وانما واحد الانسان عنده فلوس وسمى راسو بانه مقاول، وبدا كيشد يعني لي مارشيات صغار شويه كيطلع له مارشيات كبار، يعني بدا راكم عارفين كيدخل كيتعمق. يعني هنا فاش كتقول لهم حكا لا عند السيد عنده ليكسبيريونس، حنا كنعرفوا هاد الناس هادو اللي عندهم ليكسبيريونس ولكن ما كيمشيش للسياسه. ولكن هاد الناس هادو كيفاش يعني هما في ديك الفتره فاش كانوا يعني مقاولين كيديروا المزيان مع الناس، وفي ديك الفتره بالضبط يعني دوك الاشخاص اللي كان كيدير معاهم المزيان كيدبروا على خديمه، راه ماشي شي خديمه، راه واحد الانسان شاد الماستر تقريبا، وانتيا في الاخر فاش تدبر لي على الخدمه وتقول لي اجي تخدم لي في، راكم عارفين يعني ممكن انه يحطوا يعني من بين الناس ديال راكم عارفين ديال الجامعه تقريبا، يعني دوك الناس اللي كيجيبوا سير حط هاد الورقه ولا سير جيب هاد الورقه هذه، او اللي يحطوا في شي بلاصه اللي هي معينه يعني ماشي في المستوى ديالو. المهم هو انه هو دبر لي على خدمه، او اللي يكون سائق او اللي يكون شي حاجه، المهم دبر لي على شي خدمه اللي فيها 2000 درهم تقريبا. وداك الانسان اللي غادي يشد هاد 2000 درهم هو راه قاري وعنده بالمثابه باش انه يخدم شي وظيفه اللي كيشد فيها حتى 14000 درهم. ولكن هاد الناس هادو يعني كيستغلوا الفرصه، وفاش كيبين الناس الاخرين بان راه ولدي راه خدمو فلان، فاكيد هنا كيعطيه واحد الصوره ايجابيه وكيقول للناس هذاك السيد الله يعمر هذا راه شنو دار شنو دار. اكيد هذا الانسان هذا مباشره فاش كيشوف راسو بلي انه الناس يعني ولات كتقرب ليه ولا الناس ولاو كيعطيوه واحد الاحترام والتقدير، يعني في ديك الفتره كيفكر مباشره باش انه يمشي يدير الانتخابات. يعني السيد باغي يترشح للانتخابات، وهنا كيبدا يعني الموضوع باش انه يدخل الانتخابات باش انه يصوتوا عليه الناس ويقلب على الاصوات ديالو. كيفاش ان الانسان هذا اصلا هو دبر على الاصوات ديالو. وما نساوش انه كاينين ناس اخرين عاوتاني كيدبروا الاصوات من بعد. يعني حنا كنكتشفوا ولا كنعرفوا بلي انه كتكون واحد ميزانيه اللي صراحه ما نقدرش انني نقول لكم يعني تقراو يعني القيمه ديالها، ما نقدرش نقولها لكم. يعني كتفرق على جميع الاحزاب يعني في اي بلاصه في جميع يعني بقاع ديال المملكه ديالنا، وكتفرق عليهم. واكيد ان هاد الاحزاب هادو كيديروا حملات انتخابيه، وفي ديك الفتره فاش كتكون هاد الحملات الانتخابيه كي بحال هاد الانسان هذا اللي هو كما قلت لكم مقاول وعنده شويه ديال الماده، يعني كيشد ديك البركه عند دوك الناس راكم عارفين، ديك الميزانيه كيشدها وما كتكفيهش كاع اصلا. علاش؟ لانه هو كيزيد من جيبه، هو متاكد وعارف راسو بلي انه الا زاد من جيبه غادي يشري ناس اخرين باش انه يجيب الاصوات اخرين. وكيفاش غادي ندير لهم واحد الوليمه، يعني يجيب لهم شي حاجه، نمشيو عند فلان راه عرض علينا وعرض على كل شيء. في ديك الفتره فاش كيعرض عليهم الاخوان هو مباشره كيستغل الفرصه وكيجيب يعني الميكرو ديالو بدا كيغني عليهم عاوتاني كيقول لهم حكا انا غادي ندير لكم غادي نفعل لكم وانا عرفتوني كيفاش داير، نتوما كتعرفوني بلي انني كنساعد الوليدات ديالكم وكندير الناس حتى هما على نيتهم. يعني كيقول فعلا انت كدير معنا شحال من حاجه، اكيد انك انت غادي تكون في المنصب ديالك وغادي تكون مسير، ممكن انه انت غادي دير لنا شي حاجه مختلفه. ولكن في نهايه الامر الاخوان شنو كيوقع؟ داك السيد فاش كيشد المناصب ديالو كيشد يعني البلاصه ديالو كيشد الاصوات، وفاش كياخذ البلاصه ديالو مباشره كيتقلب مباشره معنا. وفاش كتمشي لعنده باش انه هو يقدر لك شي غرض معين، من بعد ما كتكتشف بلي انك نتايا باغي واحد الحاجه اللي هي يعني من حقك، وفي نهايه الامر انه هو ما كتكتشف بانه هو ما عارف حتى شي حاجه، ما عارف باش انه شنو كيدير، كيجيبوا ليه الوراق باش انه يسينيهم كاع ما عارف علاش كيسيني، يعني كيسيني ما كيعرفش كاع علاش كيسيني. واكيد فاش كتكتشف بانه دخلوا مشاريع كثيره للمنطقه ديالك، وفي الاخر كتشوف بانه ما كاين لا مشروع لا حتى شي حاجه، الا كاع كيمشيو كيبدلوا لك داك البافي ولا شي حاجه، وهنا
بالضبط كيبينوا لك بانه هما راه خدامين، ولكن في نهايه الامر كتكتشف ان في شحال من حاجه داروها في جيبهم. المهم الاخوان فقط سمحوا لي عطيتكم يعني واحد التوضيح حول هاد الاشخاص، لانه كاين المثل ديال هذا الانسان هذا راه هما كثار في المملكه ديالنا. واكيد كنتمناو انها تكون المحاسبه، حيت الا كانت المحاسبه كلشي غادي يوقف عند حده. وبالنسبه لهذا الانسان هذا الاخوان اللي هو معروف بالعرس الاسطوري اللي دار الايفنت ديالو وعرض على الناس يعني الاجانب تقريبا شي 200 واحد اجنبي. واكيد ان الطبله راكم شفتوا لا فيديوهات، انا ما بغيتش نحط لكم كلشي. المهم راكم شفتوا نتوما الاخوان يعني الفيديو كيفاش داير، يعني القاعه كيفاش دايره والبيفي كيفاش داير. اكيد انكم كتلاحظوا يعني كاينين واحد شحال من واحد يتصحاب ليه واش انه داك الانسان خدا يعني المعزه ولا شي حاجه حاطينهم تما وشوهوهم وحاطينهم فوق الطبله. اخوان هذيك راه الغزلان، عرفتوا كتعرفوا الغزالات نقول لكم بالعربيه عرفت، يعني الغزالات هما اللي مشويين تمية، يعني هما مشويين تما. وشحال تقريبا شحال اللي كاين تما تقريبا شي 200 وشي حاجه. فتخيلوا معايا شحال الوحده كدير، عاد نشوفوا شنو كاين في ديك الطبله، ونشوفوا الناس اللي دايرين تما، ونشوفوا عاد المشروبات، نشوفوا بزاف، ونخليو عليكم عاوتاني مغنيين وزيدوا الحاله. هذا الشيء كامل اكيد ان هذا الانسان فاش دار هذا العرس هذا عاد الناس فاقوا من القلب، عاد قالوا بلي ان هذا الانسان هذا كيضحك علينا، هذا الانسان هذا نهب الثروه ديالنا، هذا الانسان هذا خوا لنا جيوب ديالنا. واكيد انه خاصو المحاسبه، خاصو يتحاسب، خاصو يشوفوه يعني الوقيته فاش دخل شحال عندك السي محمد، شنو عندك، عندي قدا وقدا، وفاش غادي تخرج اشنو عندك، حط لينا شنو درتي، حط لينا كلشي، حط لينا الادله، حط لينا كلشي، حط فوق الطبله. ديك الوقيته حتى نديرو معاك محاسبه، سي الله يعاونك. هذا الشيء لا ما لقاوش لانك انت درتي صمات لداك الشيء. فلهذا كما قلت لكم الاخوان ان هذا الانسان هذا مازال يعني كاين بعض الاخبار اللي كتراوج دابا انهم كيقولوا بانه كاين بعض الاعضاء اخرين اللي هما معروفين اكيد في هذا المجال هذا ديال السياسه، يعني بلا ما نذكرش الاسماء ديالهم حتى ناكد الخبر عاد انني نبارطاجي معكم، لانه كاينين بعض الاشخاص اللي هما دايرين فيه هما الثقه ورشحوه باش انه يولي يعني رئيسا للجنه ديال العدل والتشريع. فتخيلوا معايا الاخوان هذا الانسان هذا اش نقول لك ملي كيخون اللي خدا اش نقول لك خدا الفلوس ديال الشعب، لانه ماشي لان الدوله الشعب اللي كيسيرها، لان الشعب هو اللي كيدير اي حاجه وكيخلص للدوله، يعني كيعطي الواجبات ديالو، والدوله هي عاوتاني اللي كتخلص لهاد الاشخاص هادو، وهي اللي كتعطي يعني مشاريع كتعطيهم الانطلاقه. ولكن كنكتشفوا ان بحال هذا الانسان هذا اللي كيرسم على الناس واللي كيرسم على جيوب المغاربه، فاكيد انه خاصو لنا الجزاء ديالو. واكيد كما قلت لكم خاصنا يعني نطبقوا، ونتمنى ان هذا الخبر هذا نتمنى على الاقل انه فاش في هذه الفتره هذه بالضبط فاش تم اعتقال هذا الشخص هذا، نتمنوا انه تكون المحاسبه، ونتمنوا انه اي واحد دخل هذا المجال السياسي وباغي يدير ولا باغي باش انه يدير واحد الحركه ولا واحد العجله لهذه المملكه المغربيه باش انه يزيد لها للقدام، يحاول بامكانه يديروا معاه المحاسبه، يعني فاش دخل وفاش خرج، شنو درتي ما درتيش حتى شي حاجه، الا كانوا هما كيتسالوا شي حاجه يحطها، الا كان هو فعلا دار داكشي على حقه وطريقه، الله يعاوننا يعاون. المهم اخوان سمحوا لي واخا طولت عليكم في هذا الفيديو هذا، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش يجيك كل جديد، وما تنساوناش الاخوان من لايك الفيديو واحد تعليق يكون تحفيزو، ما تنساوناش من بارطاج ديالكم، بارطاجيو لينا هذا الفيديو ديال اوسع نطاق ممكن باش انه يوصل كاع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. شكرا على المتابعه والى اللقاء.